الكلام ده مش عشان اخوفك ولا عشان اقول لك انا فاهم اكتر من اي حد. الكلام ده مجرد محاولة علشان نفهم نعيش ازاي في الزمن ده. لو انت حاسس انك تايه شوية او قلقان من غير سبب واضح، او حاسس انك بتجري ومش عارف انت رايح فين، فانت مش لوحدك. في احساس مشترك ما بين ناس كتير دلوقتي ان الدنيا بقت سريعة قوي والاختيارات بقت كتير بس الطمأنينة قليلة. ناس ناجحة، ناس شغالة، ناس معاها فلوس وبرضه مش مرتاحة. وده مش ضعف وده مش فشل، احنا عايشين في مرحلة انتقالية. يعني قواعد قديمة ما بقتش شغالة دلوقتي وقواعد جديدة لسه ما اتبنتش. زمان كان في مسار واضح، تتعلم، تشتغل، تستقر وتطمن. النهاردة المسار ده اتكسر، وده حصل قبل كده في التاريخ، مع الثورة الصناعية، مع اختراع الطباعة، ودلوقتي مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. المجتمع بقى عنده أدوات أقوى من وعيه. القلق بيزيد لما المسؤولية بتعلى والوضوح بيقل، واحنا مطالبين نختار شغل، طريقة عيشة، قيم، معنى، من غير خريطة ومن غير ضمانات. فطبيعي العقل يتعب. القلق هنا مش مرض، القلق هنا انذار ان في الزمن ده ما بقاش الانهيار المفاجئ هو الخطر. الخطر الحقيقي هو الانجراف، انك تمشي مع التيار وتاخد قرارات مريحة، بس بعد شوية تحس انك بعيد عن نفسك، ولا خسرت كتير ولا كسبت كتير، بس فقدت الاتجاه. الأديان عمرها ما كانت بتحاول تقول لنا امتى الدنيا هتخلص، بس دايما كانت بتقول لنا خليك صاحي، خليك أمين، خليك مسؤول في زمن الدوشة. لما الحق والباطل يختلطوا على بعض، الاختيار الفردي هو اللي بيفرق. السلسلة دي مش بتدي إجابات جاهزة، هي محاولة فهم احنا فين، ليه حاسين بكده، وازاي نفضل إنسانيين وسط كل السرعة دي. انت مش مطلوب منك تنقذ العالم ولا تعرف المستقبل، مطلوب منك بس ما تخليش الزمن ده يكسرك. ولو الكلام ده لمس حاجة عندك، فانت في المكان الصح.